كيفاش بدا الاهتمام ديالك بالذكاء الاصطناعي؟ كنت صغيرة وتيعجبني داكشي ديال التكنولوجيا. فين ما كان شي ورقمان كنت نحلو، فين ما كان شي اورديناتور كنت نحلو تنشوف شنو كاين لداخل. اذا ديما التكنولوجيا كبرت فيها. 2022 انا عندي اجونس ديال الاشهار في التواصلات الاجتماعيه، وبديت نقلب على شي حاجه جديده اللي نقدر نقدم للكليان ديالي. كنت خدامه مع صانعي المحتوى في المغرب، وقلت علاش ما نمشيش نقلب على شي حاجه اللي مزج ما بين الذكاء الاصطناعي وصناع المحتوى. هي هذيك اخترعنا كنزة الليلي اللي هي صناعة محتوى افتراضية. صح، وخدات اللقب ديال ملكة جمال. كيفاش كانت الفرحة ديالك؟ ما كناش تنسناو الحقيقية، حيت ما يمكنلكش تخلك راسك بلا حنايا شركة صغيرة في المغرب غنوصلوا حتى لواحد اللقب اللي هو عالمي، ونزيدو نقلبوا على شي حوايج جداد ما نديرو ونزيدو لقدام. الناس تعرفوا غير كنزة، لو بغيتهم يتعرفوا على مريم اكثر. انا اختي مريم ديال جوج بنيتات دابا 58 سنين، هي وعيا كلشي تنديرو لبنيتاتي. اذا تنبغي ندوز معاهم الوقت، تنبغي نعلمهم حتى هما يكونوا حارات في الخدمه، نحاول نكبرهم على هاد التربيه هادي. وسورتو القرايه حيت القرايه هي كلشي. انا ما كبرتش في شي عائله اللي زعما عندها الفلوس باش وصلت لهنايا ولا شي حاجه، وصلت بدراعي بخدمتي، وهذا الشيء اللي بغيت ندوز لبنيتاتي. حتى لشبابنا المغربي. الشباب المغربي بيان سور، حيت الشباب المغربي خصو يعرف بان اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي وبفضل الديجيتال يمكن يدير كل شيء راسو. ماشي ولا بدا يكون قريب بزاف ولا عنده فلوس بزاف ولا كل شيء دابا محيوب. كيفاش شفتي ردة الفعل او التجاوب ديال الشعب المغربي مع هذه الظاهرة ديال الذكاء الاصطناعي لانها جديدة عليهم؟ شتي واخا جديده عليهم، حنايا المغاربه تنبغيو داكشي اللي جديد. فيما تكون شي حاجه جديده تنمشيو ليها. راه داروا عاد واحد الاحصاء لقاو المغاربه هو المغرب ثالث بلد في العالم اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي. كي جاتك المشاركة في الوان بليون؟ حقيقي زعما تبارك الله السبميت ديالي تري بيان اورغانيزي. لي الوركشوبس اللي كانوا، لي بانل اللي كانوا، الناس اللي كانوا جايبينهم سبيكرز مهمين بزاف، وقالوا شي حوايج اللي هما مفيده بزاف. الحكومه الاماراتيه باغيه تدفع اكثر هادشي ديال صناع المحتوى وزيد الذكاء الاصطناعي. ذات بيا بين ركن ديال التكنولوجيا العالمي ديال الذكاء الاصطناعي هنايا. علاش هضرتوا في الورشة ديالكم اليوم؟ هدرنا على ما يسمى بدوبليكايت شوي. اذا كيفاش صناع المحتوى يقدروا يخلقوا دوبل ديالهم ديجيتال الذكاء الاصطناعي باش يهضر في بلاصتهم ولا باش يجاوب في بلاصتهم للناس، حيت وغيصدق غيربح بزاف ديال الوقت. حيت اليوم باش صناع المحتوى تيخرجوا لنا ريل ولا ستوريا ولا هذا راه تيدوزوا بزاف ديال الوقت. حنا راه ما تتبانش الناس بزاف، ولكن كاين وقت باش تيصور، كاين وقت باش تيفكر، باش غيكتب سكريبت، كاين وقت باش غيجمع لي فيديو ويدير لها مونتاج. اذا بالذكاء الاصطناعي عنده وقت هذا يقدر يتقنن في عوض ما غيدوز بحال دابا 12 ساعه ديال الخدمه يقدر يدوز غير ساعتين، وهذا الشيء مهم جدا. اذا هادشي علاش هضرنا كاين مستقبل كبير في هادشي. ما خصش صناع المحتوى يشوفوا هاد الحاجه اللي غتعوق لهم الخدمه ولا اللي غتجي دير لهم منافسه. الذكاء الاصطناعي غيجي باش يعاون، باش يسهل الخدمه على منش. شكرا بزاف على الاستضافه، وشكرا على نشر اي حاجه اللي تتخصص المغرب، وشكرا على حبكم للمغرب.